ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة مع بعض هنعمل اكلة سهلة ولذيذة قوي، وان شاء الله هتعجبكم. ولما تعجبكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. ويلا نبدأ. هنعمل صينية بطاطس بيوريه بالكفتة. استخدمت حوالي كيلو الا ربع بطاطس. هتقشريها وتغسليها كويس وتقطعيها مكعبات، وحطيها في حلة على النار فيها مية باردة. ضيفيلها نص معلقة ملح وسيبيها تستوي. الكفتة استخدمت أنا نص كيلو، لو تحبي تستخدمي ربع كيلو أو تضاعفي الكمية اعملي بنفس النسب. ضفت لها بصلة وسط مفرومة ناعم، ومعلقتين بقسماط كبار، وبيضة واحدة، وتومتين مفرومين، ومعلقتين بقدونس متقطعين صغير قوي. والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل كل حاجة نص معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة كمون. أنا بحب الكمون زيادة شوية في الكفتة. اعجني الكفتة قوي بإيدك بالشكل ده، دي خطوة مهمة جدا. وبعدين بقى هنعمل الكفتة على شكل كور بالمقاس ده كده. هنعمل بقى الكمية بتاعة الكفتة الأول، وبعدين بقى هنجيب طبق فيه شوية دقيق، وهنبدأ نغلف الكفتة بالدقيق بالشكل ده كده. وبعدين وانتي بتطلعيها انفضيها من الدقيق كويس، ما يبقاش فيها دقيق كتير. برضو هنعمل الكفتة كلها الأول نغلفها بالدقيق، وبعدين في طاسة على النار فيها زيت، مش عايزين زيت غزير، زيت بسيط كده. هنسخنه قوي قوي، وبعدين نهدي النار ونحط الكفتة بتاعتنا ونقلبها بقى على كل جنب لحد ما تاخد لون ذهبي حلو كده. برضو هنقلي الكمية كلها الأول، وهنشوف بقى البطاطس دلوقتي استوت. هناخد البطاطس في مصفى صفيها كويس من المية، وبعدين هتحطيها في بولة بره، وضيفلها معلقة كبيرة زبدة، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة ملح. متكتريش الملح لان طبعا هي فيها ملح قبل كده وهي بتتسلق. هنهرس بقى كده بالهراسة بتاعة البطاطس، طبعا الزبدة هتسيح من سخونة البطاطس. وبعدين هناخد البطاطس البيوريه دي في الصينية اللي دهناها بقى كده، دهنيها زيت أو زبدة، وهننزل البطاطس ونسوي الوش بالسباتولا بالشكل ده. هناخد بقى نص كوباية عصير طماطم في طاسة على النار، ونضيف لها ربع معلقة سمنة كده أو زيت، ورشة ملح ورشة فلفل أسود. وهنسيب العصير بتاع الطماطم ده لحد ما يغلي ويبقى بالشكل ده. هننزل فيه الكفتة، ونهدي النار بقى خالص، ونقلب الكفتة دقيقتين كده في العصير. وبعدين هنغطيها ونسيبها 10 دقايق لحد ما تتشرب بقى الصلصة دي خالص وتكون استوت. بعد كده نزلي بقى الكفتة بالصلصة المتبقية فيها كده فوق صينية البطاطس، بس هي للأسف اللقطة دي ما اتصورتش معايا. وبعدين على الوش بقى شوية جبن كده. أنا حطيت ميكس شيدر على موتزاريلا، حطي نوع جبنة اللي تحبيه. 10 دقايق في الفرن من تحت على درجة حرارة 200، و5 دقايق الشواية. كانت طلعت بالشكل ده، حلوة قوي وجميلة، وبقولك ما أخدتش وقت خالص، وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.